المباراة، لكن اللي ما شاهدناه اطلاقا نادي فرايبورغ الا في هذه المباراة منذ بدايتها وهو يدافع فقط. لمسة خمس دقائق مرت خطيرة. جول عطا الله وضع طبيعي جدا يا ماريو غوميز، وضع طبيعي جدا يا روبن، وضع طبيعي جدا يا سورك. نعم البداية كانت فتاكة، البداية كانت قاتلة، البداية كانت فيها واضح تماما هدف. هنا تمريرة، كرة وصلت، فرحة اكتملت، سجل غوميز في مرمى فرايبورغ 5 أهداف وينفرد بصدارة الهدافين. مونتيلار وغوميز وسيسي في هذه المباراة وقبل بداية هذه المباراة كانوا يتربعون على صدارة الهدافين، ولكن هاينكس يفرح الآن لأنه يتقدم. سليمة من دفاعات ومن لاعبي خط وسط النادي البافاري، خطيرة، هدف ثاني. الله جول ثاني في المباراة، وهاينكس سعيد جدا. ريبيري هذه المرة يظهر، هذه المرة يسجل. شاهد معي ماريو غوميز، استمتع معي ريبيري. هنا متع النظر بهدف بافاري آخر سجل. الله هذه بلغة الكبار يا كبير يا ريبيري، والله كبير. هدف ثاني في المباراة لمصلحة النادي البافاري، ومهرجان اعتقد سيكون لمصلحة النادي البافاري في هذا المساء. هنا غوميز لا يسجل فقط، يصنع كذلك، يمرر الكرة لمصلحة ريبيري اللي من المعقول جدا هذا ما يفعله، هذا ما يستمتع به، هذا ما يسعد به. منتصف الملعب شفايني الكرة إلى توني إلى رافينيا على يا سلام على التمريرات، يا سلام على المحاولات. الله لا الله على ريبيري وعلى ما يفعل ريبيري في هذه المباراة. استمتع معي بافاريا، متع النظر معي بروبن. هنا استمتع، لا تبعد أنظارك عن روبن في هذه المباراة. إنه روبن يسجل، إنه يا سلام، استلام ممتاز. ماذا فعل هنا؟ هاتها من الشبكة يا بومان. هدف ثالث في المباراة. الله على ريبيري، الله ماذا فعل هنا؟ سجل ريبيري هدف ثالث في المباراة. هنا يريد أن يسمع صيحات الجماهير، يقول لهم سمعوني. كرة ترسل أمامية في مكان ما فيها شيء، خطيرة هي، عطا إنه سوبر ماريو يسجل في مرمى فرايبورغ للمرة الثانية في هذه المباراة. هدف رابع للنادي البافاري. لاحظ اللمسة، لاحظ الغمزة، كرة ما فيها شيء، كسرت مصيدة التسلل، وصلت الكرة إلى ريبيري لا يسجل فقط بل يصنع كذلك، يمرر الكرة ويعيد الهدية لمصلحة ماريو غوميز في المرمى، يتفرد بصدارة الهدافين، يسجل ثاني أهدافه في المباراة. مرت إلى ريبيري وهاتها في منتصف الملعب، لمسة إلى ريبيري يحاول فيها إلى ماريو. السوبر هاتريك حتى بدون قصد. ماريو غوميز يسجل بدون قصد، الخامس يأتي بدون قصد في
فيها لا يسجل ماريو غوميز بقدميه، ولكنها تأتي وتسكن الشباك. هنا يحاول، لاحظ اللمسة اللي كانت من كرونس، لكن بعد ذلك الكرة في المرمى. هدف خامس في مرمى فرايبورغ في 5 أو 10 دقائق، هدفين فقط في مرمى فرايبورغ، والحسابة بتحسب، ماريو غوميز هاتريك هاتريك هاتريك، افرح يا عم، هاتريك غدا في مباراة فولسبورغ وشالكة. مولر يهيئ كرة، الله، ركلة جزاء، ضربة جزاء لمصلحة مولر، يحتسبها هذه المرة توبياس فيلز لمصلحة الصغير الكبير المكير توماس مولر في هذه اللحظة. تدخل قوي بالفعل من ديمبلي. باومان ماذا سيفعل؟ الله، السوبر ماريو يحتسب حكم المباراة. ربما يعيد تنفيذ ركلة الجزاء، ماريو غوميز بالفعل يتحدث عن دخول ريبيري المنطقة قبل تنفيذ، بينما هنا ماريو من جديد، هل يسجل؟ الله الله الله، الماريو لا يضيع، الماريو يسجل. 4 أهداف لماريو غوميز، سوبر ماريو في هذه المباراة، سداسية فتاكة، سداسية قاتلة، سداسية، والبقية ربما تأتي فيما تبقى من عمر المباراة. سحر كروي متواجد على أرضية الملعب. كرة قصيرة، شفاينشتايجر، الله 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 الله، الهدف السابع يا رومينيجي، الهدف السابع يا أوليفر باومان. نتيجة قاسية، بيترسن فقط ينزل في شوط المباراة الثاني ويسجل. ليلة ما بعدها ليلة، النادي البافاري يضرب بقوة، النادي البافاري يسجل بقوة. استمتع مع شفايني، شاهد مع شفايني، شاهد كيف يسجل بيترسن هدف سابع للنادي البافاري. 7 قبل نهاية شوط المباراة الثاني. بيترسن